وسهلا بك يا إيفات. صباح الخير. صباحتي. ثانك يو. اهلا وسهلا. طب مجوهرات ومجموعتك البعض منها مستوحاه من الحضاره الاشوريه ومن كنوز نمرود. نعم. شو العامل اللي بالفعل موجود في هاي المجوهرات القديمه اللي انت استوحيتيه وطبقتيه بطريقه حديثه الان على مجوهرات؟ انا حبي من انا وصغيره، حبي للاحجار مثل الشذر والمرجان والعقيق خلاني اتوجه واسوي شغلات الي يعني نفسي من شغل ايدي، وتدريجيا كنت اخلي بها قطع ذهب اللي موجود عندنا. احنا كعرب نحب الذهب وكلنا عندنا قطع مالتنا موجوده، وتعلمنا على انه الذهب هو زينه وخزينه، فكل ما يصير عندنا شويه فلوس زايده نروح نشتري حاجه ذهب جديده. فلما رحت شفت كنز نمرود بالثمانينات كان معروض بمتحف بغداد، المتحف العراقي بغداد، انبهرت به وشفت نفس الافكار اللي انا احب الذهب واحب الاحجار. انت عندك صور له اذا بتعطينا الصور موجوده عشان نعم. بس نورجي شو الاصل اللي عم تحكي عنه. هذه الملكه ولابسه هالقطعه، وبعدين موجوده الاحجار اللي انا احبها، المرجان والشذر والاشياء موجوده من قديم الزمان. هذه القطعه هي اللي استوحتني، وبديت اروح على الصايغ واسوي لي نفس القطع المثلثات، وبعدين طورناها الى اشكال هندسيه اخرى. طب هو كنوز نمرود في الواقع يعني اللي بلقي نظره عليها كانت تمتاز بالرسومات والحفريات على كل قطعه ذهبيه. قد ايه كان في يعني صعوبه في انك في الفعل تقلدي او تستوحي؟ ما كان اكو صعوبه، الصياغ شطار ومن ابا عن جد يعرفون هالافكار هذه. أيوة. فمثلا كنت الاقيها قسم قطع ذهب تمشي ويا نفس حضاره وقتها الاشوريه. فبديت اسوي هالاشكال هذه، وبديت اسويها ويا اللولو، ونالت اقبال كثير كبير من قبل سيدات المجتمع العربي. وكان يلتقون عندي بالجاليري، وكان يعني صار شويه شويه صار كبر. أيوة. عندي مثل هاي القطع اللي عم نشوفها اللي كيف جبتي طبقتيها بطريقه حديثه. بالضبط، سويتها على اللولو وكانت على طول انيقه في كل المناسبات. ومن سافرت من 20 سنه الى امريكا، الذوق الامريكي كان غير شكل. فتحت محل لازياء عرايس، وشفت السيده الامريكيه تحب اللولو بصوره خاصه. وتكمل اناقه بدلتها بعقد اللولو، فركزت على اللولو بكل احجامه. بعدين صار سنتين من جينا للامارات، ولو الذهب سعره يزيد مستمر، بس صحيح. زوجي العزيز شجعني على ان استمر بتصاميمي، وحاليا اجهز نفسي لمعرض اول في الامارات، راح تكون قطع فريده من نوعها. جميل. طيب انت بالعاده لما بتصممي يعني الافكار بتيجيكي كمان هيك من عندك ولا من عندي بيكون طلب حسب السيده؟ هو انا الفكره مثلا بالبدايه تجي من عندي، انا ابدي اسوي شغله ومن غير ما ارسمها لقدام او شيء، واسويها بايدي. يعني تحكي لنا مثلا عن اللي بايدي اذا بتسمحي. اللي بايدك هذه القطع الذهب كانت بالاصل شفتها بسوق القديم فضه من فضه. فوديتها على الصايغ وقلت له اريد اسوي لي مثلها ذهب. أيوة. فكانت نتيجه انه سوى لي مجموعه منها، ومن اقعد اشتغل تعتمد يعني ماكو شيء بصمه ببالي، بس تدريجيا تطلع عقده اللي انا ارضى عليها. هذه قطع قديمه، وانا صغيره اجمع قطع القديمه الشذر هذه. لافت مبينه كانها انتيك. انتيكه اكثر، استعمل وايا قضايا انتيك واكملها بالذهب والاحجار. يعني عندي شغف للاحجار. الشذر هو اسميه اني فيروز، مش هيك؟ الشذر هو الفيروز، بس العربي الشذر هو شوفته من شوفه البدر. يا سلام. وعندنا العقيق، ما شاء الله هالمثل حلو. والعقيق هذا يبدد الضيق. وعندنا المرجان بعمر الزمان. يا سلام، كل واحد في له شيء اتغزل بيهم. يا احب واحلى شيء قلتي انه الذهب زينه وخزينه. زينه وخزينه. يا ذهب اي وحده عندها ذهب ما تخسر به، على طول قيمته موجوده. فهذا احنا منها احنا صغار بس نجمع شويه فلوس نشتري قطعه جديده. وهنا في خليط يعني ما بين الفيروز، يعني مثلا هذه زنجيل سلسال ذهب عندي اياه ما استعمله، فقط خليت جزء منه مع عقد الشذر هذا وكملته باللولو. فيعني يمشي ويا هسه الموضه. يعني وقتك التصميمات هذه بتاخذ وقت طويل ولا؟ تعتمد. لا انا يعني بالنسبه لي انا يعني وقتي ما احسب تعب لمن اسويها. لمن ابدي مستعده اقعد ساعات حتى انسى اكل اسويها وافرح بها. وهذا عقيق نفس الشيء، عقيق وقطعه قديمه. القيها القطع هذه مره، مو اكثر الاوقات ما اروح اوصيها القطع الكبار، اشوفها واني وماشيه واجمعها. طب العقيق مزبوط بيقولوا انه افضل شيء العقيق اليمني؟ اليمني مشهوره، اليمن مشهوره بالعقيق. هو فممكن يعني بتجيبي احيانا من اليمن اذا توفر؟ اروح هسه بالقريه العالميه موجود الجناح اليمني، واروح ادور على الاشياء اللي اريدها واجمعها، ويوم ما تنتهي بعقد. هو اللافت الحقيقه، اللافت يعني هذا الستايل او الروح القديمه المعتقه ما زالت هلا لهلا موضه يعني على طول اكو لها حب. الانتيك على طول مطلوب، يعني في ناس عندها ذوق للانتيك، وهذا اللي هو اني طابع مالتي.
وقسم مرات من يجوني السيدات هم عندهم شغلات من امهم او بيبيتهم ويعني تصير شغله يونيك لانه راح اسويها لهم بس هم عندهم منها. فهذا بعد يزيدني شوق، يزيدني حب للشغله هذه. طب كمان يعني الحضاره العراقيه زاخره بالفنون، تستوحي من غير يعني الملك نمرود الملك الاشوري، بتستوحي من الحضاره العراقيه اشوريه سومريه بالضبط. يعني احنا فتحنا عيننا، وانا مثلا والدي عنده سبحه بيده على طول، يا اما شذر يا اما عقيق يا اما شغله، فهي هذه اللي حسيت انه انا ممكن اسوي عقد الي من عندها، وطبعا اخبطها بالذهب لانه نفس الشيء امي عندها ليره، انطتني ليره من تخرجت فاوديها واخليها، او قطعه اخرى اللي احنا من احنا صغار تجينا هدايا ذهب. بعدين مثل ما قلت نبدي نشتري، احنا تعلمنا انه الذهب هو شيء حلو وازلي، يعني اللي لابستيه من تصميمك كمان. من تصميمي، هذا كله من تصميمي، يعني اي شيء هنا من تصميمي ومن عملي. يعني انا انت بتعمليه بايدك؟ بايدي اعمله، بتشتغلي انت كمان؟ اصمم القطع الذهب، مثلا هذه القطعه اللي استوحيتها من كنز نمرود، واجمع القطع اخليها على طاوله واقعد واشوف شيء يطلع من جوا ايدي. وبوجودي هنا مثلا هسه حتى صممت الاطار اللي القفل اللي يمشي يتماشى مع هذه. فهذه مثل مكتوب عليها الله الحافظ. احنا الله كأم اني على طول ببالي وبقلبي انه الله يحفظ ولدي، الله الحافظ، الله يحفظ بلدنا. فحبيت انه وجودي بالامارات فكرت انه اسوي شيء عليه كتابه عربيه. ايوه. يعني برضه بدخل بنفس الاطار الانتيك والشيء المعتق القديم. لاحظت بس انه كل الذهب اللي عم تستعملي ذهب اصفر. يعني انا مش ذهب ابيض، لان فتحنا عيننا على الذهب الاصفر، يعني بعدين الذهب الابيض اجى من اوروبا حتى بلون معين اللي هو لون القديم اللي هو 21 وهسه حاليا بدي اسوي 18 طبعا لان شويه السعر شويه يعني أقل. بس ما في ذهب ابيض نهائيا. انا ما اسوي، بس اللي تريد ذهب ابيض صاير يصوغ لها، يعني اسوي لها سبيشال ريكوست يعني. بس هو انا بنفسي احب الذهب مع الالوان هذه بجوز مع هذا الستايل الذهب الاصفر هو مناسب اكثر. يعني هو اللي خلينا نقول الانتيك ما كان اكو ذهب ابيض، كان كله ذهب اصفر موجود. شكرا لوجودك معنا المصممه العراقيه ايفيت ميخو، بنتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا على استضافتي. شكرا. الآن نتوقف مع فاصل قصير، بعده موجز لأهم الأنباء ثم العودة إلى موضوعات الصباح العربية.